صباح الخير، فيديو جديد. يوم مع الشمس محلاها يا جماعة ألمانيا. ايش شعوركم؟ الشمس طالعة عندي هون بألمانيا هسه بشهر 2، لسه الثلج واصل لهون. المهم الناس ما بتعرفني، السلام عليكم، أنا اسمي محمد خليل، رحال لسوريا على البسكليت. جيت من ألمانيا على سوريا، طوش حاليا بلاد مقدسية بعكا، فحاب اخذكم معي اليوم فتلة بعكا واورجيكم عكا وكم تاريخ بعكا قديم. فما يزلني واقف هون عند البارك تاع السيارات. حاب اعطيك اول معلومه عن عكا وهي اسوار عكا. يا جماعه عكا تسمى بقاهره نابليون. نابليون هو كان حاكم فرنسي بالزمانات، حكم مصر تقريبا. يقال حتى كمان لو نابليون حكم عكا كان حكمت فرنسا الشرق الاوسط باكمله. فاسوار عكا قاهره نابليون لسبب ما، لانه شوف الاسوار ايش هي، اسوار جذابه. طلع يعني هذا جامد هذا السور، شايفين؟ بالنص هون في خندق، اليوم هو صار باركينج للسيارات. اما هناك كمان جدار عالي، جدار ابدا عالي يحاط مدينة عكا القديمة. فيا جماعة هذا السور قالوا اذا الزمانات قدروا يفوتوا له فيفوت الخندق، بس كيف يفوت على المدينة القديمة؟ ما يمشي الحال. طلع ما شاء الله 10 متر لفوق، ويعني كيف تطلع عليه، كيف تتسلقوا الجنود، عرفتوا ايش؟ فيا جماعة عكا هي قاهرة نابليون اللي ما قدر يفوت لها ولا 1%. فأحمد الجزار حاكم عكا العثماني قدر يوقف نابليون. فخلص هلا من السور هون نطلع اتجاه البلدة القديمة والسوق القديم، وتجيكم عكا هيك شوارع عكا. كيف الحركة هلا بعكا؟ جاي شوي بكير الساعة 9:30. الشعب هون بيفتح شوي متأخر على 11 و 12 للأسف. فإن شاء الله تكون اليوم في حركة حلوة. وأورجيكم كم شغلة هون بعكا. معلومة كمان ثانية إنه عكا تقع على البحر الأبيض المتوسط. فشوفوا لي هاي، شوفوا الجمال، شوفوا جمال البحر يا جماعة. والله كل واحد ما يشوف البحر أبدا تتغير نفسية هيك. هاي شيء يعني حلو كثير، حلو كثير إنه في بحر يا جماعة. نحن مع جماعة ألمانيا نتمنى يكون عندنا بحر. فما شاء الله كان هاي باب عكا الشرقي. نفوت المدينة القديمة وارجيكم شوي المدينة القديمة ونتجول بالسوق القديم. فما زلنا نحكي عن اسوار عكا الجامدة والكبيرة واللي ما قدر يخترقها نابليون. فحب اطلع لفوق وارجيكم كيف الاسوار. انا عندي فكرة عن عكا، جاي قبل مرة لهون ومصور تيك توكس وانستغرام. فحاليا عم صور فلوجات يوتيوب وعندي كم معلومة وحاب اعطيكم اياها. بس فعشان هيك اذا انا حكيت شي غلط او ما حكيت معلومة فاعذرني، لانه معلوماتي على قدي. فانت اكتب لي معلومه تحت وان شاء الله اتعلم منك ونزل الفيديو الجاي، لانه مو اول مره واخر مره حزور عكا. فنطلع لفوق واورجيكم الطلعه كيف من سور عكا. طلع حاليا فلفت انتباهي هذاك الجامع، جامع احمد الباشا الجزار. هو كان حاكم عكا بالزمانات، هو من امر بناء كمان هذا الجامع. رح نحكي عليه بعد شوي اكثر واكثر. ف واو، شوفوا لي اسوار عكا. شوفوا بالزمانات هناك كانوا مدافع العثمانيين اللي صدوا هجوم نابليون اللي ما فات فيه لهون على عكا. ف واو لك الجمال ما شاء الله. وكان برج طلع محلاه ما شاء الله. هاي الحالة الصبح، هاي الاطلالة نسي كل همومك اذا عندك اصلا هموم. فالبحر بيقولوا بعده بيغير النفسية، فانا بحب اجي على البحر وبحب اوقف على البحر احيانا هيك بس يعني اقعد ساعة او ساعتين واتفرج فيه بس. فبغير النفسية يعني. كل واحد بقول اللي عنده طاقة سلبية حاب يفرغها. وكان عندك بحر اطلع اركض على البحر، واذا ما كان في بحر اطلع اركض هيك على الطبيعة. شوف الطبيعة على طول تاخذ لك السلبي وتعطيك الايجابي. شوفوا ما شاء الله كان هاي الاطلالة واو جميلة يا عكا. حلوة كثير والله، الاطلالة حلوة كثير على عكا. هذاك هو جامع الجزار مثل ما قلت لكم. شوف في اكثر من جامع، في اكثر من كنيسه هان. هون الجوامع كلها مبنيه على العهد العثماني، لانه قلت لكم العثمانيين كانوا محتلين، على مو محتلين يعني كانوا بعكا. فانتم ماشيين بحارات عكا لا تستغربوا شفتوا بيوت قديمه، لانه هون عكا تقريبا كلها تاريخ عريق وكبير بالعمر. فهلا الناس بس تفتح شوي شوي. ان شاء الله يكون في حركه كمان عشان اجيبكم حركه الناس هون بعكا. فكمل مسير. اما هون كمان موجود بعكا اطيب محل فلافل زهيلة. انا برايي الشخصي اكلته وذقته ما في بعد فلافل الحمص بالقدس. يا اخي هناك فلافل الحمص طعمه ثاني بالقدس.
اما تاكلها هنا بعكا فيش طعمه، او تاكلها ببلاد ثانيه فيش طعمه. فاطيب طعم انا حسيت انه في عن جد الحمص والفلافل واللي منه، الا بس بالقدس. بس بالقدس هاي الشغلات، مرات القدس كل اللي بدك اياه، بتمره مثلا ام الاكل انزع تمره وكل اللي بدك اياه. اما شو يقصد الفلافل والحمص من بعد بدك بس بالقدس. هات الخيام الطريق اتجاه السوق. ايش لقيت هون؟ شو بتسوي هون؟ ها؟ مسكر عليها، طلع فيش طلعه. ولا انت كيف فتي؟ ولا شو؟ كيف فتت هاي لهون؟ بتطلع هسه بيجوا. بتطلع؟ ولا اما هلا نفوت عن سوق عكا القديم. يا جماعه سوق عكا القديم عمره بين 300 و 400 سنه. فمثلا هذا البازار التركي على عهد العثمانيين، فلو يا ريته فاتح اقسم بالله. انا بحب اجي الصبح، بحب اتمشى الصبح، بحب اشوف الناس هيك حركه الصبح. هو بالعاده اتوقع هيك مسكر، يعني لو جيت كمان بوقت متاخر ما حيكون فاتح للاسف. ولكن سوق عكا مشهور كمان بالسمك، هون نجيبوا السمك من البحر، فبتلاقي هون السمك طازج جاي من البحر دغري يحطوا لك اياه. ابدا هون بالسوق. مشيتنا بالسوق تبع عكا، السوق القديم تبع عكا. شو مثل ما قلت لكم عكا كلها بتلاقي تاريخ، يعني بتلاقي هيك بيوت قديمة على طول على طول. ما بتطلع يمين يسار، لا في كم محل فاتحين. ايش هذا عم يضبضب؟ ايش هسه بتسكروا؟ جاي متأخر كمان برضه انا. وانا مو عرفان جاي متأخر ولا جاي مبكر. اتمنى لو كانت شوي في هون عشقة وعياط. هاي اللباس الشعبي الفلسطيني بالاعراس للنساء هيك بيلبسوا وهيك بيحتفلوا بالاعراس. فطاير هاي في النار. انا بالضبط جاي قبل مرة لهون، كان الحركة اكثر واكثر. السلام عليكم. انا جاي قبل مرة لهون وشفت الاجواء كيف بالسوق، فكان في حركة كثيرة. فهلا اتوقع جاي مبكر او جاي متاخر الله اعلم، بعرفش. انا كل مرة ما في ايش قصة. هون بتجنن جو رمضان، كل البسطات كلها مفتوحة والناس وعشقة وقبل الفطور وهكذا. سوق بهارات هاي ايش؟ شوف هاي السمك، كنا نحكي انه هاي سوق السمك. هاي السمك الطازة، هاي مسمك. هاي هون ببيع السمك، بيطبخوا السمك، ببيع السمك. هاي الفطور عند الصبح. يا ريت تفتحوا شوي الصبح ويكون الاجواء دغري من الصبح هيك قايمة وقاعدة. صباح الخير. الله يسعد صباحك. يا جماعة معلومة ثانية كمان، الناس بتعرف انه محمود درويش اصله من البلاد هاي، فكان ساكن بجدة مكة وكان ساكن بحيفا وحتى كمان بعكا. فبعد اتفاق اوزلو رجع على البلاد، فبالحرب للاسف هرب على لبنان وفرنسا. اتفاق اوزلو رجع على البلاد وسكن بحيفا. فان شاء الله يوم بحيفا نروح عليه، نروح قدام الدار نروح عليه والله يرحمه. صباح الخير. بس الصباح الشعب بيحبون الكنافة بشكل مو طبيعي. فشوف كله بتلاقوا محمود طريف بشكل مو طبيعي. بس لو يفتح شوي بكير هذا السوق يكون هي اجواء ولا احلى من هيك. هاي الباب بتذكرني باليونان. بتعرف اليونان بالجيور والشغلات هاي على طول لونهم ازرق، حتى علمهم لونه ازرق. المنظر الخلاف هون بعكا بشكل مو طبيعي حلو كثير عن جد. يعني شوارع عكا شوارع قديمة فيها تاريخ عظيم. بقول لك هون الصليبيين العثمانيين حتى الفرنسيين حاولوا يفوتوا لهم ما فاتوا كمان. فهو موجود كمان اطيب مهلبية بالبلاد بعكا باكملها. وضبط الامانة اذا حابب تشوف الرياكشن كيف كانت تروح على الانستغرام وشوف الفيديوهات. وين نروح هلا؟ يسار ولا يمين؟ حتى برضه كمان هاي الساعة العثمانية هاي كانت هداء من احمد جزار لعكا وبناها هون حسب معلوماتي. فهياته ميناء عكا يا جماعة. عكا لازم تجرب القارب السريع يا جماعة. جربت القارب السريع هون بعكا. طلعنا بهذا القارب البرتقالي ما بعرف ايش لونه اللي منه. طلعنا فيه والله العظيم بللني يومتها من راسي لاجري. كلني مي تعبيت مي. فهو بيسرع بالقطار تمام ويعمل حركات وهيك وهيك وانت تودع هيك وهيك ابدا تصير تحت المي الا شوي. يعني تحس حالك انت حتوقع. فتجربة كثير حلوة تعالوا جربوها. ما يبنى يطلع كله ايش؟ يطلع كله مي كله معبى. انا معك حاب اخذكم اياها. هي مسجد الجزار. مسجد الجزار هو اللي بناه احمد الباشا الجزار، حاكم عكا على العهد العثماني. اما بناء هذا المسجد حتى يكون مركز ثقافي اسلامي للناس
كل ما رجعهم إذا كان في إشي هون بعكا هو المسجد. أما المسجد هو كان ثاني مدرسة هون بالبلاد من بعد الأقصى المبارك. هو اليوم مسجد عادي وللزوار. أنا فايته قبل مرة للأمانة. مسجد كثير حلو. يقال حتى كمان أنه داخل هذا المسجد يوجد شعرة من النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حدثها السعودية للعثمانيين بهذاك الزمن. وجاء من داخل شوفوا مبين انه هندسة عثمانية، لانه جوامع تركية هيك كلياتها تقريبا تشبه نفس هذا المنظر. فما شاء الله كان مسجد الجزار. ومثل ما قلت لكم انه المسجد كان زمان مركز ثقافي اسلامي، فهون بتلاقي الصفوف القديمة دار من دار المسجد، فهاي كانت الصفوف اللي يتعلموا فيها الطلاب وهكذا. اما هون موجود حتى كمان ضريح احمد جزار في جنب جامعه تقريبا اللي بناه هو. فها هو قبره احمد الجزار. فهذا معلم كمان كثير مهم اذا انت جيت عكا لازم تزوره، هو جامع الجزار. فنطلع هلا من جامع احمد الجزار ونطلع ونكمل مسيرنا اتجاه قاع الفرسان. ورجيكم موجودة عكا القديمة تحت الأرض، وورجيكم كمان حديقة أحمد جزار. موجود حاليا بحديقة أحمد باشا الجزار. هاي الحديقة أمام قلعة الصليبيين. تلاقي هاي الحديقة الخلابة بألوانها الجميلة نصها هون بالبحر. أتوقع تسمت باسمه لأن هون كان المعلم هون كان يرتاح، هون كان يقعد يحط جرايجر يقول هذا لي وهذا لك هذا جزروه هذا مش جزروه. عرفت ايش؟ فحاب احكي لكم كان برضه كان معلومة عن القلعة الصليبية. هي تحت القلعة الصليبية هاي موجود عكا الحقيقية اللي تحت الأرض. بتعرفوا على هذا الزمان مثلا لما كانوا يبنوا بيت فوق بيت ما كانوا يهدموا البيت التحتاني، ما كانوا يهدموه، كانوا يردموه. نعم كانوا يردموه، يعني يحطوا عليه تراب ويطلعوا بالبيت الجديد. ف استكشفوا هون انه في عكا التحتانية هون طابق وطابقين تحت الارض، فنحن طابقين فوق الارض عن عكا القديمة. فلما تنزل منها اسمها قلعة الفرسان تنزل هون تحت وتشوف المتحف. في كمان قاعة سجناء سجن عكا القديم. كمان في هيك متاحف اسلامية هيك عن العهد الاسلامي. وفي كم شغلة حلوين بعكا انا فتها للامانة. فبرأيي لازم كل واحد يجي على عكا يشوف عكا الحقيقية تحت الأرض. ف شي ولا أروع من هيك والله. وقاية الصليبيين هان بعكا. فوت هون على غرفة من جنب قلعة الفرسان. فهيك حابب أورجيكم الصور إنه هيك عكا تحت الأرض. وهذا النفق الصليبيين لما كانوا في حرب يتخبوا، هاي قوات خاصة كانت تمرق فيها. عرفت ايش؟ أما هذا نعم الحمام العثماني اللي أمر بناؤه أحمد جزار. الحمام التركي، آسف إيش حمام عثماني أو حمام تركي. فهاي صور من أسوار مدينة، صورة من صور المدينة تحت عكا تحت الأرض. أما هذا السور عكا الغربي. أما هاي عكا كلياتها. حاب كمان برضو أخذكم على متاحف عكا. هو الحمام التركي والنفق والبازار التركي فتنا من شوي. كنيسة الرمحال مركز الزوار خان عمدان. طيب يلا نروح نستكشف سوا. اسماء جديدة علي للأمانة. شوف هاي تاريخ عكا، شوف شو مكتوب هناك 1267 ما شاء الله. كم سنة رجع لورا؟ رياضيات والله اسمع له رياضيات. أما عن الحمام التركي في عكا، أما ببناء أحمد جزار لحتى يكون في حمام تركي وبصمة تركية وعثمانية بالبلاد هون. أنا فايت له كمان قبل مرة وآسف ما فينا نفوت مرة ثانية، فينا نفوت ما ينفس. فهيك شكله من برا الحمام التركي. هيك فيه زغنة بخار والشغلات هاي. هو مش كبير، هو بس قاعتين. في قاعة هاي هون تقعدوا، يعني كان زمان يقعدوا يشربوا رقيدة والشغلات هاي جواتها. قاعة هاي يتحمموا فيها
الحمامات صغار والقعدة وخلاص، ضمن الله أجركم. ما كان في إشي كبير. ما بالتركيا في عكا، شوفوا لي حارات عكا يا الله ما أحلاها. جد للأمانة حارات عكا شي بجنن. طلع. فحاليا وصلت لمكان نفق لفرسان المعبدي. قلت لكم هذا بالزمانات هذا نفق يمتد من شرقها لغربها لعكا، بالزمانات كانوا يستخدمون الصليبيين الفرسان للتنقل بالسر بين الناس، عشان ما حدا الجعدوب ما يعرف وين اماكنهم. فشوفوا مثلا هون تفوت، وهسه عم بشيلكم وين بتطلع جهة البحر. شو نحن موجودين هلا هون، بيطلع شي كيلو او كيليين ماشي تحت الارض تحت عكا، يوصلوا ابدا لحتى اسوار خط الدفاع تبع عكا. وانا ماشي تجاه النفق حتى ارجيكم كان يطلعوا الفرسان. حاب ارجيكم برضو كمان السور تبع عكا، مكان ما يطلع عليه الشباب اولاد عكا، يعني شباب عكا. فهون بالصيف تلاقوا شباب عكا كلها تنط من السور لتحت. فان شاء الله يا رب هيك اجي بالصيف مره ثانيه ونجرب برضو كمان الشعور نطة من قدام من فوق السور. وانا كنت عم بحكي لكم هناك انه في هون شباب من عكا بالصيف نط من فوق السور، فلقيت الشابين هذول فكان بدي تنطوا. يلا نطوا شباب يلا. وين رح تنط؟ روح. كيف تنطوا هسه من هناك؟ بيمشوا لهون بيسبحوا لهون. شوف حتى هون في درج، بيطلعوا هسه على الدرج. لكم بيطلعوا هسه هيك لفوق على الدرج. والله اسمع ولا يعلم هيك شيء والله العظيم. فمن شوي جيتكم وين كان يفوت الفرسان الصليبيين من الخندق، يفوتوا كليين من شرق عكا الى غربها. فحجيكم هلا وين كانوا هم يطلعوا اتجاه البحر، بما يعني هون كانوا يسدوا للحرب وهكذا. ها وينها؟ اسمهم بالعاده يطلع من هون ولا هون؟ المهم هم كانوا يطلعوا من هان مكان من الاماكن هاي. شكلي ضيعت بس بيطلعوا هون بهاي النقطة. ف نعم هون كان يصدوا للعدو. ولك وينه؟ هياته. مشيت من جنبه بس ما انتبهت له والله العظيم. هياته هون كان يطلعوا هون يقاوموا، طاخ وطيخ وجيب وحط وشيل. اهلا وسهلا فيكم في عكا. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك، لا تنسى تحط لايك وسبسكرايب وتدعمني على السوشيال ميديا كان انستغرام تيك توك ولا حتى هون يوتيوب. فانزل حط لايك حط سبسكرايب عشان رب العالمين يطعمنا ديك اللي اربعة شفناها بحيفا. فهيات عكا، اهلا وسهلا فيكم بعكا. فالمدينة ترحب بكم، ان شاء الله اشوفكم بمدينة ثانية. السلام عليكم.